سادتي سيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون دولة إرتريا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. مصنع الحديد في منطقة ألابو يسهم بفعالية في النشاط الزراعي. جهود تقوية تنظيم العمال في إقليم عنصبة. إحياء اليوم العالمي للسل. القوات الأمريكية تشن ضربات في سوريا. كوريا الشمالية تختبر غواصة قادرة على شن هجوم غير تقليدي. 13 قتيلا خلال مداهمة للشرطة البرازيلية في ريو دي جانيرو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مدير مصنع الحديد الكائن في منطقة ألابو بمديرية هيكوتا السيد أمان تكي أن المصنع يسهم كثيرا في توفير الأدوات اللازمة للمشاريع الزراعية الجارية في مختلف أنحاء البلاد، وأوضح بأن المصنع يستخدم التقنية المتطورة لإنتاج منتجات منافسة وينتج الحديد لاستخدامات زراعية مروية وسدود كبيرة ومصانع ومزارع تربية الحيوانات الحديثة والحاويات وغيرها. وذكر أن المصنع لديه عمال مهرة متخرجين من المدارس الفنية والجامعات، مشيرا إلى أن التقانة والمهنيين الأكفاء يساعد لتلبية الطلبات المقدمة للمصنع حسب أولوياتها، وسيكون لهم إسهام يضاهي الاستثمار التنموي الضخم مستقبلا. وذكرت المهندس ليديا جبرسلاسي والشاب روبيل نجا امتلاك القدرة والكفاءة العملية الجيدة بالعمل التطبيقي. أعلن فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في إقليم عنصبة عن تواصل الجهود لتعريف العمال بقوانين العمل وتقوية تنظيم العمال. وأوضح مسؤول الفرع السيدة برهان جبرات أن تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم وحمايتها من الأهداف الرئيسية للكونفدرالية، ومن الهم تقوية تنظيم العمال لجعل العمال يعرفون جيدا لحقوقهم وواجباتهم. وقال إن الكونفدرالية الوطنية للعمال جهة تتابع وتراقب المؤسسات التي تعمل بإرشادات مرسوم قانون العمل وتتخذ الإجراءات القانونية ضد المؤسسات المخالفة لحقوق العمال. وذكر تقديم دعم مالي ب1,500,000 نقف السنة الماضية ل150 امرأة ناشطة في تربية الدجاج لتمكينها في مديريات حقات وقلب وحمل مال بالتعاون مع الإدارات، وتدريب 76 عاملا في المؤسسات الحكومية في مدينة كرن لمساعدتهم في أعمالهم اليومية. وأشار إلى أن البرنامج الذي جرى بحثه العام الماضي لإقامة روضة أطفال في المؤسسات الحكومية لم يطبق على الأرض حتى الآن، وستجري أنشطة توعية مكثفة لإقامة رياض الأطفال في المؤسسات المساعدة المرأة الأم التي تذهب للعمل مع طفلها الرضيع، وأشاد بالمؤسسات المنفذة للبرنامج. وأوضح وضع برامج تدريبية لهذه السنة في إدارة المال والممتلكات والإحصاء ونظام المعلومات، وفتح مركز تدريب تقنية المعلومات قريبا في مدينة كرن. ودعا السيدة برهان العمال لتقوية العلاقة مع الكونفدرالية الوطنية للعمال لحل خلافات العمل سريعا وحماية حقوقهم. تم اليوم في أسمر إحياء اليوم العالمي للسل الذي يصادف 24 من مارس تحت شعار حقا نستطيع استئصال السل. اشتمل برنامج إحياء المناسبة مسيرة للطلاب من ساحة الفاتح من سبتمبر وحتى مستشفى أروتا ومناشط وفعاليات تنويرية لمكافحة واستئصال مرض السل ومسابقات معلومات عامة وبرامج فنية.
وأوضح مدير مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور أرأيا برهاني أن جهود السنوات الماضية أحدثت تغييرا ملحوظا لعلاج وخفض الإصابة والوفيات بمرض السل، ولأن مرض السل معروفة عدواه وسبل مكافحته وعلاجه، فأنه لا يوجد سبب لنجاح استئصاله مع العمل الجاد. وقالت مسؤولة مكافحة مرض السل الممرضة هيوة نجوسين المناسبة تحمل المسؤولية الكبيرة للدفع ببرامج المكافحة، ويتوجب العمل المنسق وسد الثغرات. وأوضحت ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة أسفاش صحية انخفاض وفيات السل بنسبة 26% في إفريقيا من عام 2015 وحتى 2021، وبإزالة التحديات القائمة بين المكافحة والسيطرة بالإمكان تحقيق التقدم المنشود. وقدمت في ختام المناسبة الجوائز للفائزين في مسابقات المعلومات العامة. ويحتفى باليوم العالمي للسل المرة 41 على مستوى العالم وال25 على مستوى البلاد. أقام المواطنون في إقليم القشبركة بالتعاون مع الجهات الحكومية والإدارات حفلات ترفيهية لأعضاء قوات الدفاع المرابطين في الإقليم وينجزون مهام التنمية والتصدي. وأفاد مراسلو إرينا بأن الحملات المنتظمة لأعضاء قوات الدفاع نظمت في مديريات شامبيقو وبارنت وغردات وهيكوتا وغونيا وعلي القاش ولوقعنسب وقلوج، مقدمين الشكر والإشادة بقوات الدفاع لمساهمتها الفاعلة والمنتصرة، وهي تزرع العز والفخر لدى الشعب والوطن. وأشاد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي بمبادرات السكان قائلا بأنها تعكس الرابط القوي بين الشعب والجيش. وأوضح قادة وحدات قوات الدفاع بأن التكريم يرفع كثيرا من المعنويات ودافع قوي للعمل المتفاني، مؤكدين الإيفاء بكل المتطلبات وهم متدفئين في حضن شعبهم. نظم سيمينار تنويري يوم 22 من مارس في مدينة مندفرة حول زراعة البطاطا الحلوة وأهميتها. وأوضح مسؤول الزراعة في المديرية السيدة برخت تخلى سلاسي أن البطاطا الحلوة إضافة لمحتواها الغني تنتج بسهولة في أي مكان، وعلى المزارعين معرفة فوائدها وزراعتها بتوسع. ودعا الإدارات لتشجيع المواطنين لزراعة البطاطا الحلوة والمطاعم المساهمة للتعريف بها كغذاء هام. وذكر خبير تنمية الخضر والفاكهة السيد كبر آب قرماي وخبيرة التدبير المنزلي ويني إيوب أن البطاطا الحلوة يمكن إعدادها كالمعجنات والسلطات والمربي والعصائر، وأنها مفيدة جدا خاصة للأطفال. وأوصى السيمينار للتعريف بالبطاطا الحلوة بوسائل المنشورات والتنوير في المدارس. وقال مدير مديرية مندفر السيد هزق ياس وهبت إن على جميع إدارات الضواحي العمل الجاد تشجيع وتوسيع زراعة البطاطا الحلوة. بحث مكتب التعليم في مديرية حقات في إقليم عنسبة ومديرية هيكوتا في إقليم القشبركة قضايا تطوير الكفاءة التعليمية. وفي اللقاء الذي جرى في مديرية حقات تم التوضيح بالقيام بجهود لضمان خدمات تعليمية بمستوى جيد، مناديا لتعزيز العلاقة بين المعلم والطالب وأولياء الأمور للحد من الإهمال وتدني النتائج المؤثرة على العملية التعليمية. وناشد المشاركون لإيجاد حل والاهتمام ببعد القرى عن المدارس وقلة الكتب المدرسية وضيق الفصول الدراسية وتدني مشاركة أولياء الأمور ومتابعة أبنائهم. وأوضح مسؤول الخدمات التعليمية في مديرية هيكوتا السيد عبد القادر عبد الله أن تأخير قدوم المعلمين والطلاب مع بدء السنة الدراسية وحياة الترحال الرعوية وعدم تجمع القرى وقلة الفصول الدراسية وعدم إرسال الأطفال في عمر التعليم النظامي إلى المدرسة من المصاعب البارزة. وقال إن إجراءات جادة ستتخذ بالتعاون مع الشعب والجهات الحكومية بالتعرف جيدا على المشكلة. استشهد يوم أمس 23 من مارس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية المناضل السفير نافع حسين إدريس كردي جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 78 عاما.
التحق المناضل نافع حسن كردي بصفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1964، وانضم عام 1973 في صفوف قوات التحرير الشعبية، وخدم حتى عام 1991 لمكتب قوات التحرير في فرنسا، وانتدب مبعوثا خاصا لإريتريا في جامعة الدول العربية من شهر يناير 2003 وحتى 2008، ومن نوفمبر 2008 ول4 سنوات سفيرا لإريتريا في فرنسا. المناضل الشهيد نافع حسن الكردي متزوج وأب ل4 أبناء، وقد وري جثمانه الثرى في مدينة جدة يوم 24 من مارس. وتعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل السفير نافع حسن إدريس كردي، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه وزملائه. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. شنت القوات الأمريكية ضربات جوية دقيقة في شرق سوريا بعد هجوم بطائرة بلا طيار أسفر عن مقتل أمريكي وإصابة 6 آخرين حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم بالطائرة بدون طيار استهدف منشأ صيانة في قاعدة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا. وأضاف البنتاغون أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن الطائرة بدون طيار من أصل إيراني، وأشار إلى أن القتيل مقاول أمريكي، لافتا إلى أن المصابين هم 5 جنود ومقاول أمريكي آخر. وأوضح أن الضربات الجوية جاءت ردا على هجوم وسلسلة من الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من جانب مجموعات تابعة للحرس الثوري. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن 2 من أفراد الخدمة الذين أصيبوا عولجوا في الموقع، بينما تم على الفور إجلاء الجنود ال3 الآخرين والمقاول الأمريكي الآخر إلى العراق. أفادت وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ اختبرت هذا الأسبوع غواصة جديدة قادرة على شن هجوم نووي ردا على المناورات الأمريكية لكوريا الجنوبية. وذكرت الوكالة أن الجيش الكوري الشمالي نشر واختبر خلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس هذا الأسبوع قبالة مقاطعة هام جيونغ الجنوبية منظومة أسلحة جديدة مهمتها التسبب في تسونامي إشعاعي واسع النطاق عبر انفجار تحت المياه لتدمير السفن وموانئ معادية. وأشارت إلى أن هذه الغواصة يمكن نشرها على أي ساحل أو ميناء وسحبها بواسطة سفينة سطحية. وأطلقت كوريا الشمالية صواريخ كروز عدة حسب الجيش الكوري الجنوبي الذي يجري حاليا تدريبات مشتركة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة. وترى كوريا الشمالية أن هذه المناورات بمثابة تدريبات على غزو لأراضيها، وحذرت مرارا من أنها ستتخذ إجراءات ساحقة ردا على ذلك. قتل ما لا يقل عن 13 شخصا خلال عملية للشرطة في حي عشوائي قرب ريو دي جانيرو، بينهم زعيم عصابة لتهريب المخدرات ناشطة بشمال البرازيل حسب ما ذكرت السلطات. وقال فابريسو أوليفرا المتحدث باسم شرطة ريو دي جانيرو في مؤتمر صحفي: هناك 13 قتيلا واعتقل شخصان وصودرت كمية كبيرة من الأسلحة. وأعلنت الشرطة في وقت سابق في بيان أن العملية في مجمع سال غويرو الواقع في ساو غونكالو إحدى ضواحي ريو الفقيرة تهدف إلى اعتقال أعضاء كوماندو فيرميليو من ولاية بارا الذين لجأوا إلى المنطقة. وتعد كوماندو فيرميليو من أقدم عصابات الجريمة في البرازيل وأكبرها، ويتركز نشاطها في مجال تهريب المخدرات.
وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوتاوا، حيث يلتقي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان. وتحضر على جدول أعمال بايدن ملفات التجارة والهجرة والإنفاق الدفاعي الكندي وإرسال قوة دولية محتملة لحقوق الاستقرار في هايتي، وهي أول زيارة من نوعها منذ زيارة باراك أوباما عام 2009. ومن المعتاد أن يتوجه رئيس الولايات المتحدة في أول رحلة له بعد تنصيبه إلى كندا، لكن بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 اكتفى بايدن في فبراير 2021 بزيارة افتراضية. وتؤشر زيارة بايدن هذه إلى عودة المودة بين البلدين بعد الولاية الرئاسية لدونالد ترامب الذي كانت تربطه علاقة متوترة بترودو. ختام نشرة هذا المساء، إليكم أبرز عناوين هذه النشرة. مصنع الحديد في منطقة ألابو يسهم بفعالية في النشاط الزراعي. جهود لتقوية تنظيم العمال في إقليم عنسبة. إحياء اليوم العالمي للصلب. القوات الأمريكية تشن ضربات في سوريا. كوريا الشمالية تختبر غواصة قادرة على شن هجوم غير تقليدي. 13 قتيلا خلال مداهمة للشرطة البرازيلية في ريو دي جانيرو. انتهت النشرة، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.